اليوم كانت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر يونيو، وخلال هذه الدورة كان المجلس الإقليمي وضع واحد جدول الأعمال تألف من واحد 15 نقطة، واللي كان جدول أعمال غني فيه مناقشة وضعية السياحة بالإقليم ديالنا، بالإضافة إلى واحد العدد ديال اتفاقيات شراكة وتعاون اللي صادق عليها المجلس الإقليمي مشكورا بالإجماع. كان في البداية درجنا هذه النقطة ديال قطاع السياحة بالإقليم ديالنا لما يكتسي هذا القطاع من أهمية باعتباره تعتبر القطاع الثاني من بعد القطاع ديال الفلاحة، وبغينا أنها تكون استراتيجية واضحة للوزارة في هذا الإطار من أجل النهوض بهذا القطاع هذا اللي كيحظى بواحد الأهمية كبيرة بالإقليم ديالنا. وفي هذا الإطار كان واحد العرض قدمه المدير الإقليمي لمندوبية السياحة بورزازات، واللي كيشرف أيضا على تدبير الإقليم ديال زاكورا، وكان واحد النقاش غني من طرف السيدات والسادة الأعضاء اللي كان جميع المداخلات ديالهم عبارة عن توصيات واقتراحات من أجل النهوض بهذا القطاع هذا، واللي كيتطلب تضافر مختلف المتدخلين من أجل الرقي به للمستوى اللي كيطمح ليه الإقليم ديالنا. تم أيضا خلال هذه الدورة المصادقة على واحد العدد ديال اتفاقيات شراكة همات مجالات التعليم والصحة والطرق، ومنها خصوصا الصحة في الموارد البشرية اللي المجلس الإقليمي دائما كحامل المشروع في هذه الاتفاقية ديال توفير الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي لزاكورا وكذا المراكز الصحية، واللي غادي تعرف واحد التطور هذه السنة هذه إن شاء الله في العدد ديال الأطباء اللي غادي يرتفع عدد الأطباء من 11 طبيب حتى ل 19 طبيب، إضافة إلى أنه تمت المصادقة عليها خلال سنتين متتاليتين عوض سنة واحدة. بالإضافة أيضا إلى واحد الاتفاقية مع جمعية شفاء واللي فيها واحد العدد اللي فيها جميع الجماعات الترابية مشكورين، واللي كتهدف إلى تسهيل واحد العدد العمليات الجراحية في طب العيون اللي غادي يستفدوا منها المواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء الإقليم، وهو الأمر اللي من شأنه أنه يحسن من الوضعية الصحية ديال الساكنة ديال الإقليم، خصوصا في هذا الشيء ديال العيون، لأنه كاين فيه واحد المشاكل العديدة بالنظر للأمراض المتراكمة اللي فيه وبالنظر أيضا لطبيعة المنطقة. إذن هذه العمليات الجراحية اللي غادي تدار في هذا الإطار التعاوني التشاركي بتشارك كما قلت ديال الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي غادي يحاول يخفف من المعاناة ديال الساكنة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الدور اللي ممكن تلعبه الجمعية في مواكبة مرضى السكري ومواكبة أيضا بعض وتوفير بعض الأدوية للأمراض المزمنة. تم أيضا المصادقة على اتفاقية شراكة لتسيير النقل المدرسي، وهو المجهود اللي كان بداه المجلس الإقليمي مع السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم زاكورا مشكورا في توحيد المتدخلين في النقل المدرسي، أي أننا اختصرنا عدد الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي من 75 جمعية إلى دابا 25 جمعية، إذن جمعية أو فيدرالية لكل جماعة، بما يعني توحيد المخاطب في النقل المدرسي داخل الجماعات الترابية، واللي الآن درنا معهم اتفاقية شراكة ثلاثية بين المجلس الإقليمي وبين الفيدرالية المسيرة للنقل المدرسي وبين الجماعة الترابية، وهو ما من شأنه أنه يوحد المخاطب داخل الجماعة الترابية في النقل المدرسي ويسهل واحد العدد ديال المشاكل والإكراهات اللي كنا كنعانيوها في إطار واحد التشتت اللي كان كيعاني منه النقل المدرسي نظرا لكثرة الجمعيات في أفق استراتيجي في الإقليم ديالنا، أننا نخلقوا واحد الجسم فيدرالي واحد اللي يسير النقل المدرسي في أفق كما قلت تجويد هذا القطاع هذا. كما صدقنا ايضا على واحد الاتفاقيه مهمه ديال الطرق بواحد المبلغ ديال 280 مليون ديال الدرهم، واللي ايضا فيها شركاء اخرين معنا بالاضافه الى المجلس الاقليمي، مجلس الجهه مشكورا، وزاره التجهيز مشكوره، وايضا المديريه العامه للجماعات المحليه وزاره الداخليه مشكورين. وهي الاتفاقيه اللي غادي تعطي واحد الدفعه قويه جدا للبنيه الطرقيه ديالنا، وغادي تحسن من الجاذبيه ديال الاقليم ديالنا، واللي غادي يساهم فيها المجلس الاقليمي بواحد 10 مليون ديال الدرهم.